السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أكلة ووصفة سهلة. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة الفراخ بطريقة حلوة قوي، يا رب تعجبكم. زي ما انتوا شايفين كده شكلها رائع جدا، كمان طعمها حكاية. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. معايا فرخة غسلها كويس جدا، بعد كده هقطعها وهعمل لها المحلول اللي هنقعها فيه. هتجيبي الفرخة وهتقطعيها بالطريقة اللي انت عايزاها، يعني لو حجمها كبير ممكن تقطعيها حتت صغيرة علشان تستوي معاكي بسرعة. انا هنا الفرخة دي هقطعها نصين، وكل ورك هقطعه حتتين. اما الصدر هسيبه سليم، هشققه بس بالسكينة كده علشان يستوي معايا بسرعة. خلاص كده انا خلصت. بعد كده هروح بقى اعمل لها المحلول. في الاول هنشطفها كويس قوي مرة واتنين وتلاتة لحد ما المية بتاعتها تبقى بيضة خالص زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هحط لها ورقتين من اللورة ومعلقة كبيرة من السكر، كمان هحط لها معلقة كبيرة من الملح، وهحط لها عصير ليمونة، وهسيبها في المنقوع ده فترة اقل حاجة خالص نص ساعة. ما ينفعش اقل من كده، لكن ينفع اكتر من كده مفيش مشكلة. كل ما تقعديها في المحلول ده كل ما لونها هيفتح والانسجة بتاعتها هتبقى طرية في السوا. كمان المحلول ده بيضيع منها الزفرة خالص. على فكرة محلول المية على معلقة السكر ومعلقة الملح وعصير الليمونة ده محلول رائع جدا للفراخ، بيفتح الانسجة بتاعتها، كمان بينزل الدم اللي فيها وبيفتح لونها وبيخليها بيضة زي الفل. كده عدى عليها اكتر من نص ساعة. همسكها بقى اشطفها تاني تحت الحنفية كويس قوي واحطها تتصفى. بعد كده هجيب طاسة بقى او صينية واحطها على النار، واحط فيها معلقة كبيرة من السمنة، واول ما تسخن هنزل عليها بثلاث بصلات مقطعاهم شرايح. هنشوحهم بقى وهنديهم تشويحة كده لحد ما البصل يدبل معانا. طبعا كمية البصل اللي هتحطيها دي ترجع لك انت، حابة تزودي حابة تقللي مفيش مشكلة. خلاص كده البصل دبل معايا زي ما انتوا شايفين. بعد كده هقطع عليهم قرنين فلفل كبار من الاحمر والاخضر. ما تكتريش من الفلفل، هما قرنين اتنين بس كفاية قوي. يا دوب هديهم تشويحة بسيطة كده، يعني حتى مش هسيبهم يدبلوا، مش عايزاهم يدوبوا علشان يفضلوا بلونهم الحلو ده. بعد كده هبدأ اضيف التوابل على طول. هحط معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة من البابريكا، معلقة من الكاري، ومعلقة من توابل الفراخ، ومعلقة من الكمون. بعد كده اقلب الكلام ده كله مع بعض، وهندي التوابل كده تحميصة حلوة كده مع البصل والفلفل. مش هنقعدهم كتير، شوية بسيطة خالص. بعد كده هكون مصفية الفراخ كويس قوي من المية وهحطها عليهم زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى ارص الفراخ على البصل، بعد كده هقلبهم مع بعض على نار هادية. انا عايزة الفراخ تتشرب من التتبيلة اللي احنا حطيناها دي. هنسيبهم كده حوالي 5 دقايق على نار هادية، كل شوية نقلبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هحط ورقتين من اللورة، هديها بس تقلبتين كده مع بعض، وعلى طول بقى هنزل عليهم بالمية. انا هنا هحط عليهم كوبايتين من المية. بعد كده هستنى عليهم لما يغلوا غلوتين على النار، بعد كده هدخلهم الفرن على طول. انتي لو هتغطي القالب بتاعك بورق فويل هتحطي عليه كوبايتين المية دولت بس، مش اكتر من كده، وهتغطيه بقى بورق فويل. بعد كده هتحطيه في الفرن، واما الفراخ تستوي هتشيلي من على وشها الفويل وهتولعي الشواية، هتخليها تاخد وش وتطلعيها على طول. اما لو مش حابة تغطيها يبقى هتزودي 3 كوبايات او هتحطي الكمية المناسبة للفراخ، علشان لما هتدخل الفرن من غير غطا هيتبخر نص المية اللي فيها دي.
علشان على ما تيجي تستوي ما تنشفش وتتحرق. احنا عايزينها تطلع كده يبقى فيها كمية صوص كده تتاكل مع الرز، بيبقى طعمها حلو قوي. خلاص كده بقى انا هغطيها وهدخلها الفرن. ودي بقى شكل الفراخ بعد ما طلعت من الفرن. وزي ما انتوا شايفين طالعة من الفرن لسه متبقي فيها صوص مع البصل، بيبقى حلو قوي مع الرز. وهنا بقى طبخت جنبها شوية رز بشعرية. بعد كده هجيب ورقتين من البقدونس وهرشهم على وش الفراخ يدوا شكل حلو كده. زي ما انتوا شايفين بجد الفراخ لونها طالع من الفرن رهيب، حاجة كده ريحتها تحفة جدا وطعمها احلى بكتير. اكلة بجد ممتعة جدا. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها وبألف هنا وشفا.